ونرجع تاني مع الأستاذ نبيل فودعي، الشاعر اليمني وصاحب معجم المندثر من لهجات اليمن والمعافر. وطبعا اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت يشوف عشان يعرف تطور المواضيع اللي احنا ماشيين فيها. النهارده احنا اتكلمنا طبعا في الحلقه اللي فاتت، كنا اتكلمنا عن اجتماع حرفي الراي مع الخاء، وطلعنا طبعا كيف كان لهذين الحرفين او لهما يعني دلاله النهارده معينه. دلاله معينه. بالمناسبه قبل ما ننسى، هي بنسبه 90% تقريبا. مش خلاص الحرفين دول موجودين خلاص بيعنوا كذا. بنسبه 90%. طبعا مع ممكن مع الاستخدام. طيب قول لي ليش العشره الباقي ليش؟ اما يكون احيانا تعني اضداد، اما انها تكون اضداد تعني الضد يعني. مثلا انا بكلم الشعراء العاميه المصريه والعراقيه، فانا بحاول ان انا نفك الشفره. واحيانا برضه انه يكون الحرف ابدال، استوى على الحرف ابدال. كان مثلا حرف معين ورجع ابدال للحرفين هذول اللي يتكلم عنهم مثلا. فاعطى معنى اخر مالوش دعوه. فالجيم والميم مثلا قلنا احنا يعني التكتل ولا. طب ما دام انت قلت الجيم والميم، هناخد حرف الجيم مع حرف الميم. طيب لحظه. فاحيانا انا اتكلم عن الجيم والميم انا بانه يعني التكتل، يعني القوه، يعني الضخامه، يعني جنب. ايوه بس في احيان مثلا على سبيل المثال في كلمه استوى ابدال دخل الجيم بدل حرف بدل الجيم. يعني ويعني او مثلا لا حرف دخل بداله جيم بدل مثلا على سبيل المثال الياء في ناس يغيروه ياء جيم، وفي ناس بيغيروا قاف. ناس بتغيروا الجيم. وفي ناس بيغيروا قاف الى غاف والى قاف خففوا غاف. يعني عندنا اخواننا في السودان ومعنا برضه جزء كبير من وطننا بيرجع القاف غاف. وجزء يرجع القاف قاف بالجيم. يعني احنا ده بنشوفه في اللهجات، الفرق بين الصعيد. انت قلت لي حاجه عن الصعيد، انت كنت لسه في يعني صعيد مصر، وقلت لي كنت بتتكلم وبتقول لهم طن. هو طن دي يعني مقياس وزن وحده قياس 1000 كيلو. ففي بالنسبه لبعض اخواننا عايزها زي ما هي تنطق، زي ما هو بينطق، زي ما هو. مع انها هي طن اصلا، لكن هو لكن هو يجوز يقول طن برضه. يعني زي ما يقول في عندنا قبائل لو جزء من محاوله التعزيز بالذات يقول يسرح، يعني يروح يسرح. ويقول يسرح، يعني يسرح يروح. يعني لا انت لما قلت لهم طن دي بعدين ما وصلولهاش يعني. بعدين في واحد ربنا يعافيه قال ما يكونش قصده الطن يا رجاله، هو مش قصده. قلت له انا ايوه بتقول كده من الصبح يا عم. بس يعني انت بتتعمد تقول اللهجه بتاعتك عشان تتعامل بيها، اشوف هل يفهمها بسرعه، هل على اساس انت تجمع يعني مصطلح جديد او تجمع مفردة جديده، فانت بتصمم على القاء الطعم. نعم. كنا بنتكلم نتكلم في الجيم والنون والميم. الجيم والميم قلنا جمع يعني جم كثير. وتحبون المال حبا جما، يعني حبا كثير. هي الان بديت الكم الهائل. والكم الهائل بدل الكم فبيعتبره هو اساسا جم، وكانه هو ابدى الحرف عشان. لكن وما زالوا في محافظه حضرموت يعني اقصى اليمن يقولوا قم، بحبك قم، بس ينطقها بالياء، بحبك يم بالياء. يم دي ايوه، لكن المقصود قم، لانه كده يم دي لانها البحر. لانه الجمعه اصلا نقول يمعه، والجماعه يماعه. اليماعه يوم واليوم يمعه، يعني الجماعه سنة. يعني اعزائي الشعراء العاميه، عشان لو احنا بنقرا لهذه المحافظه في اليمن يقول يماعه،
جماعة ويوم. جماعة تعني جماعة. أيوة على كل. ويم يعني جنب. أحبك حبا جما حبك يما. بالمناسبة عندهم شعراء فظيعين طبعا. شعر يعني غير عادي. بس انت بالنسبه لك حتشوفه شعر مش ولا بد. لان مش هتوصل للمفرد. ايوه يعني اذا كان انا يمني منهم بحاول اركز بقدر ولا شعراء يعني في معهم حاجه اسمها مساقلات. عرفت ايش معنى مساقلات؟ يعني بياخذ عصايه كذا ويلف يجيب كلمه عشان يعني الثاني على بال ما ياخذ عصايته بس على بال يلفه بس لازم يجيب انا ابعث لك فيديوهات وترجمها لك انا بفهمك وشعر لك غير عادي. انا بعمل ده مع بعض الشعراء العراقيين الحقيقه هم على تواصل معايا يعني. وحتى لما هو بيجي يقول نص ويبعته لي احيانا بتبقى فيه مفردات يعني صعب انها تتفك. فطبعا بخليهم يفكوا. كله بسبب الابدال. ابدال. كله بسبب الابدال. زي جنب ويم. زي جماعه وجماعه. اللي هو يقول لك الجماعه يوم. يوم جم. ايوه. جماعه جاءوا يعني فيبقى جماعه يوم يعني جو جماعه جو يعني جو وصول. يعني جماعه يوم. طبعا بالنسبه لغتهم جميله في الشعر الغزلي بالذات. نعم. لغه لا يعلى عليها. بس لازم تمخمخ معاهم وتنتبه للمفردات ايش يقول. ما هي لغه يعني جميله جدا لذيذه. طب كلمنا برضه حتى لغه تهامه برضه لك التهامه برضه مع الحديده برضه نفس الكلام بالغزل بالشعر الغزل لا يعلى عليها. طبعا احنا ويمكن احنا نبقى نقرا شويه في تهامه في الشعر تهامه خاصه الغزل ونشوف تركيب حتى الصور بتاعتهم واستخدامهم اللي هي مفردات العصر اللي موجوده وبيئتهم مفردات البيئه. طب نرجع تاني للحرف الجيم والميم معا. طيب بقلنا من ضمن الجيم جمله كميه. جمله. ايوه. جمهوريه. ايوه. جمهرة اللغه تجميع او يا جماعه ده اثبات انه فعلا الجذر اللغوي او الحرفين نفسهم مع بعض لما بيجتمعوا بيبقى ليهم دلاله خاصه. أيوة. حتى بيبقى لها دلاله نفسيه واقع يعني. جمارك. جمرك. جمارك. نعم. يعني اضاف مبلغ فوق اللي اسمه قم فوق سعر القطعه فاذا قم يعني ترجع للجيم والنون. قام غضب. قام غضب يعني في الغضب صب قام مع غضبه. طب هو بيحصل يعني بيضيف حرف ثالث فيغير المعنى. لا يجيب ثالث احيانا ورابع وخامس بس الاساس قبله بالنص بالاخير مش مشكله. حرفين ثلاثه برضه مش مشكله. شوف جمهوريه كم فيها حروف 1 2 3 4 5 يعني لكن الاساس الجيم والنون تكتل مجموعه البشر تكتلهم تجمعهم. ايوه. جامع لانه جمع الناس. جماعات الطلاب. الجيم والنون اجتمع الحرفين. أيوة. فادى دلاله ادى جماعه اجتماع. اجتماع. جمال تكتل الحسن. تكتل الحسن وجمد تكتل. في عندنا مربع. عرفت المربى قال لي مربى وانا قعدت ايوه ما عرفت انها مربى يعني بتكلم عن مربى. هذه من اسمائها برضه قام مربى لان فعيله مربى بلهجه اليمن لكن ابتدت تندثر. انا اكلمك عن كلمات كانت مستخدمه لكن يستخدمها شعراء العاميه. اسمح لي يستخدموها الان الشعراء ويستخدمها من مثلا في هذه مجموعه كلمات يستخدموها هنا مجموعه بسيطه هنا فلا يمكن هذه الكلمه تحصلها باليمن كله مستحيل. ولهذا سمي مندثر يعني زي اللغات الميته يعني هي مش ميته نهائيا ما حد يستخدمها يستخدموها ناس معينه فسميت ميته. طب انت شايف المعجم وانا طبعا انت عامل هنا مجموعه كلمات فعلا من الجيم والميم كلها تؤدي نفس التاثير النفسي بنفس حتى كلمه اعجم هو كلمات تداخل الكلمات يعني مش قادر يوضح يعني يفصح لها كل كلمه لحالها تلعب زي ما يقول لك اعجم. طب يعني قبل ما يعني احنا بنكمل كده
احنا كنا بنتكلم على انه نعمل برضه حلقه وناتي ببعض يعني الابيات او المربعات او اللي طيب كانت ممكن بهذه ولا بالحلقه ثانيه حتى ممكن، مش مشكله. ممكن ايه يعني تاني؟ خلينا نكمل. طيب هنا برضه هنا نقول له مال بعد ميه كذا، يقولوا بوقم. دي بوم. من ايوه من ما عاد تستخدم نهائيا دي. حتى لا احنا عندنا كلمه بقم يعني ممكن شديد الغباء. بقم شديد الغباء ربما، لانه ما العرب ما تؤلفش حروف كذا على بعض وترمي. ما فيش الا لها الا دلاله. بالدلاله ايوه الدلاله مع الحقيقه طيب. طبعا قموح. جموح جمحه صح. جمل. ضخامه اللزوم. ضخامه الخيل. لقام. هو استجمع. ايوه استجمع. ايوه في عندنا كلمات عاميه ما عادش مستخدمه حتى في اليمن، مثلا قمث وفلان بمعنى قثم. وهي قثم برضه. الاصل قثم بس اقلام. برضه هي فيها الجيم قثم. قثم على الركبتين. يعني هو جسم. والتدفئه على البطانيه ولا حاجه يقولوا قمش اذا قمش. تجمع تحته. واحنا كمان نقول ايه ده انكمش في نفسه هي ابدال يعني. طب انا عشان بس الوقت بتاع الحلقه ممكن نبقى نتفاهم مع بعض كده وتشوفوا احنا ممكن نتكلم عن العلاقه بين اللهجه العاميه المصريه واللهجه اليمنيه ونوجد يعني المشترك بينهما. كله مشترك، كله مع العرب كامل مشترك. شكرا استاذ نبيل الفودعي صاحب معجم المندثر من لهجات اليمن والمعارف. معكم عادل عبد